في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن تريكه مهمه في الاي اس دي وبتفرق معانا كتير في الشغل، وهي لو انا عندي مثلا كينه، انا خدت الكينه دي كوبي بالشكل ده وعايز اديها ديسكريبشن، تمام، وليكن انا خليتها مثلا 5 بالشكل ده، تمام، وانا محتاج ان الانوتيشن او شكل الستايل بتاعها يبقى نفس الستايل ده من غير ما ادور على اسم الستايل ده اقعد ادور عليه في اللوحه. في تريكه بسيطه جدا، نفس فكره امر ماتش بروبرتيز اللي في الكاد العادي. لو دخلت على ده موديفاي، العلامه دي بتدي ماتش من اي ستايل انا عايزه. لو دوست عليها واخترت ان انا عايز الستايل ده هيتحول لي للستايل ده على طول، تمام. هو اكبر منه بس مفيش مشكله، يعني انا ممكن بسكيل اخلي ده 10 وابتدي ان انا ادخل الديسكريبشن او الوصف اللي انا عايزه، تمام. نفس الفكره هنا برضو، لو انا اخدت الكانات دي كوبي، تمام، واديها ديسكريبشن، نفس الامر اهو، ان خلاص انا بعرفه ان انا عايز نفس الستايل ده، تمام، وابتدي ان انا احط الديسكريبشن بالشكل ده، تمام.